ده بقى كان أول يوم دراسة ليا. كانت تقولي القمر قوم أنا أقعد مكانك. جمال ودلال وشطارة، بجد مش ناقصها أي حاجة. عرفت إن هي اسمها هاجر، المدرسة كلها بتحبها، نفسهم بس يتكلموا معاها أو تبقى صاحبتهم. ده بقى كان أول يوم دراسة ليا وفي مدرسة جديدة معرفش فيها أي حد. الفصل اللي أنا فيه بقى كان متقسم شلل، وفي شلة منهم ما كانوش بيحبوني خالص ولا أنا الصراحة، وعلى رأسهم رئيسة العصابة، قصدي الشلة، ندى. ندى دي بقى عشان أنا شاطرة وبجاوب صح مع المدرسين، إزاي بقى هي وشلتها كانوا بيضايقوني، وجم بعد ما الحصة خلصت أخدوا حاجتي وأخدوا مصروفي وهددوني إن أنا ما جاوبش تاني. فأنا اعترضت فضربوني، رحت اشتكيتها فتعاقبت. من الوقت ده بقى قررت إن هي تضايقني أكتر. وإحنا في الفسحة راحت حطت فلوس في شنطتي، ولما رجعنا من الفسحة فضلت تعيط وتتمسكن وتقول للمستر الحقني أنا اتسرقت، دي مصاريف كتيرة قوي، دي فلوس المدرسة، أنا عايزة أفتش كل اللي في الفصل. هنا بقى فتشت ولقيت الفلوس في شنطتي. أنا اتفاجئت وكل الفصل ما كانش مصدقني، دي مطلعة الفلوس من شنطتي. فمعرفتش أعمل إيه. المهم لقيت هاجر بتقول لندى إن هي شافت حد من شلتها بيحط لي الفلوس في الشنطة لما كنا في الفسحة، كانت مصوراها ورت المستر الصورة. وقتها بقى المستر سكت والفصل سكت، أصلهم كانوا عايزين يودوني للمديرة، بس هي أنقذتني بجد. من وقتها بقت صاحبتي وجت قعدت جنبي في الديسك، بقينا أعز صحاب. غريبة إن أنا كنت فاكرة إن هي عشان جميلة هتبقى مغرورة وتافهة، بس طلعت جدعة وبنت بلد.